يعني يا جماعة مش كفاية إن سعر لفة الجلاش بقى غالي جدًا، لأ وكمان لمّا بنشتريها وبنفتحها بنلاقيها متكسرة، أوقات كتير بيحصل لنا الموقف ده وبنزعل جدًا لإن فعلًا الحاجات بقت غالية أوي، فعلشان كده قُلت أستغل لفة الجلاش المتكسرة عندي دي وأعمل منها صنفين حلو وحادق، يعني هتغديهم غدوة حلوة وكمان يعني إيه هيلاقوا كده حاجة حلوة بعد الغدا، وبأسهل كمان وأبسط طريقة. يلا بينا نشوف عملنا الوصفتين دول ازاي، بس في الاول كده يا ريت ما تبخلوش على الفيديو بلايك وتعليق حلو كده برايكم في الوصفه. في الاول كده زي ما انتم شايفين جبت لفه جلاش، واول لما فتحتها لقيتها متكسره بالشكل ده، قمت بقى جايباها وبالسكينه بدات اقطعها لقطع صغيره بالشكل اللي انتم شايفينه. ضروري جدا واحنا بنقطع الحلقات بتاعه لفه الجلاش بنقطعها حلقات رفيعه جدا علشان لما نيجي نفك الجلاش من بعضه يتفك معانا في منتهى السهوله، والوصفه كمان تطلع معانا ناجحه في الاخر. هنجيب كده الجلاش زي ما انتم شايفينه، اهم حاجه لازم نفكه من بعضه، نفك يعني الجلاش من بعضه كويس جدا علشان بس ما يبقاش الجلاش يعني لازق في بعض. خلاص كده بعد ما فكيناه هنركنه بقى على جنب، وتعالوا بقى كده نجهز مع بعض الصينيه الاولى اللي هي الصينيه الحلو. جبت طبعا صينيه مقاس 24، هدهنها بالسمنه كويس جدا، وهنا هعمل الفطيره الحلوه، فهجيب تلت كميه الجلاش. ركزوا معايا تلت كمية الجلاش، وهبدأ بقى أسويه بالشكل اللي انتوا شايفينه. أهم حاجة لازم نضغط على الجلاش كويس جدا. ويلا بينا بقى كده نجهز خليط التوريق، عبارة عن كوباية ونص من الحليب، تمام. وكمان هنجيب معانا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، أو بيضة حتى من التلاجة مش هتفرق كتير، وحوالي كده معلقتين كبار من السمنة مدوبينهم على في الميكرويف يعني أو على النار. وهنضيف بقى كمان كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنخلطهم بقى كويس مع بعض، والخليط ده هنقسمه في الاول لنص كوبايه هناخدها كده، ودي للفطيره الحلوه، وكمان كوبايه دي للفطيره اللي احنا هنحشيها بتاعه الغدا. تعالوا بقى كده ناخد اللي هو النص كوبايه اللي احنا هنستخدمها للفطير الحلو، هنحط عليها كده ايه زي شويه صغيرين من الفانيليا السايله او فانيليا باودر اللي متوفر عندك استخدميه. هناخد بقى خليط التوريق ده وهنبدا نوزعه على الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه. اهم حاجه لازم نوزعه كويس، حتى كمان الاطراف لازم نحط عليها من خليط التوريق وهنسويه كويس. وجبت كمان زي معلقه صغيره كده من السمنه البلدي، وزعتها على الجلاش من فوق، وكده الفطيره الحلوه بقت جاهزه معانا. هنركنها بقى على جنب. شفت السهوله والبساطه؟ مفيش ابسط ولا اسهل من كده. هنركنها بقى على جنب، وتعالوا بقى نجهز الفطيره التانية بتاعه الغدا بتاعنا. طبعا الفطيره هنعملها بحشوه اقتصاديه وهتشوفوها معانا دلوقتي. جبت بقى صينيه مقاس 26، هدهنها برضو بالسمنه كويس جدا. ضروري الصينيه تدهن معانا بماده دهنيه كويس جدا. هنجيب بقى تلت كمية الجلاش، يعني احنا استخدمنا في الصينية الأولانية تلت كمية الجلاش، وفي الصينية التانية الطبقة الأولى يعني هنحط فيها تلت كمية الجلاش، ولازم نسويها ونضغط عليها كويس جدا. الضغط ده اللي بيخلي الوصفة معانا مظبوطة في الآخر. هنجيب بقى كوباية خليط التوريق اللي احنا كنا ركناها على جنب، وهنظبط بقى عليها كده شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وهنخلطهم كويس مع بعض. هناخد بقى خليط التوريق ده وهنبدأ بقى نوزعه على الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا زي ما قلت لكم بتوزعه في كل مكان، حتى كمان على الأطراف علشان ما يجيش ناشف معايا في الآخر. هنبدأ بس كده نوزعه كويس ونبدأ نسويه. ولو وصلت معايا لحد دلوقتي يا ريت بس لو ننزل تحت في الكومنتات ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. جبت كده زي معلقة كبيرة من الكاتشب، هبدأ كده أوزعها على الجلاش من فوق. بيدي طعم حلو قوي ومميز جدا للفطيرة دي. خلاص كده هنجهز بقى الحشوة بتاعتنا، عبارة عن شوية فلفل ألوان أخضر على أصفر على أحمر، مقطعينهم لشرايح رفيعة بالشكل ده. بس هنحط عليهم كده شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، وهنبدأ نقلبهم كويس مع بعض. أنا هنا عملت حشوة اقتصادية، بس انت تقدري تعملي أي حشوة انت عايزاها. هناخد بقى الفلفل الألوان وهنبدأ نوزعه على الجلاش. لو انت بقى محتاجة تحطي صدر فرخة تشوحيه على النار وتضيفيه عليها يبقى حلو جدا. عندك لحمة مفرومة عصاجيها وحطيها. بس أهم حاجة هنضغط على الخضار
كويس. وكان عندي متوفر كده في التلاجة كام قطعة من اللانشون أو الbeef لانشون يعني، وبدأت برضه أقطّعه لقطع صغيرة وهناخده وهنبدأ نوزّعه على الخضار. وزي ما قُلت لِك طبعًا الحشو ده اختياري على حسب اللي موجود عندِك في تلاجتِك استخدميه، أنا هنا حبيت بس أعمل الحاجة تكون اقتصادية شوية. وجِبت كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا شوية صغيرين كده وزّعتهم على الخضار، وكده خلاص الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. هنضغط بس كده عليها ضغطة خفيفة، وهنجيب بقى بإيد كمية الجلاش اللي هي كام بقى يا بنات؟ اللي هي التلت الأخير. يعني هاقول لكم تاني، تلت كمية الجلاش عملنا بيهم الفطيرة الحلوة، وتلتين كمية الجلاش التانيين حطيتهم في الصينية اللي إحنا هنحشيها، حطيت التلت في الأول وبعد كده حطيت الحشوة وبعد كده حطيت التلت الأخير. أهم حاجة لازم نضغط على الجلاش كويس جدًا، وبعد كده هنحط شوية من خليط التوريق هنوزعهم بالشكل اللي أنتم شايفينه. وطبعًا ما شاء الله خليط التوريق طبعًا ما خلصتش الكمية كلها، كان فضل يعني معايا شوية صغيرين، أنا طبعًا خلاص ما عدتش محتاجاهم. بس أنا بقى هنا بقى حبيت أدّي للصينية دي وش بيتزا، فحطيت كده شوية من الجبنة الموتزاريلا، وده طبعًا اختياري ممكن تقدري تسيبيها كده. وكمان جبت فلفل ألوان بدأت برضه أوزّعه على الصينية من فوق، بحيث إن هو يدّيني في الآخر وش البيتزا الجميل ويكون كده شكل الأكل مشجّع معانا. طبعًا لو عندِك زيتون هيبقى حلو جدًا، هتبدئي برضه تحطيه مع الصينية، بيدّي برضه طعم لذيذ وشكل حلو أوي. بُصّوا الصينيتين ما أخدوش معانا أي وقت خالص، في دقايق كده هتدخلي المطبخ هتجهّزيهم مش هياخدوا معاكِ أي وقت نهائي. هناخد بقى الصينيتين الحلوين دُمّة وهندخّلهم فرن سخن، ركّزوا معايا بقى التسوية، درجة حرارة 160 يعني أقل من الوسط، علشان الجلاش يبدأ يستوي معانا كويس جدًا. درجة حرارة 160 رف أوسط بياخد معانا كده حوالي 40 دقيقة وبيكون استوى معايا وبقى بالشكل القمر اللي أنتم شايفينه. ده للصينية اللي إحنا حاشيينها، أمّا الصينية الحلوة بتاخد معايا كده من 25 دقيقة ل30 دقيقة. الصينية بقى الحلوة اللي أنتم شايفينه ده طبعًا طلّعتها من الفرن، حطيت عليها حوالي نُص كوباية من اللبن، حطيت عليهم كده حوالي معلقة كبيرة من السكر، وقلّبت فيها اللبن، وبعد كده بقى سقيت الفطيرة الحلوة باللبن السخن. دي طبعًا بقى الفطيرة القمر بتاعتنا اللي هي واخدة وش بيتزا، شايفين بس شكلها عامل إزاي؟ والّا طعمها بقى يا بنات رهيب بجد، بجد لو جربتيها بالطريقة دي هتعجبِك جدًا، جدًا، جدًا. بس امشي على الخطوات مضبوط والتسوية المضبوطة، أهم حاجة درجة الحرارة تبقى 160 أقل من الوسط، علشان الجلاش ما يبقاش معجن معاكِ من النُص. تعالوا بقى بينا كده نقطّع بقى الجلاش بتاعنا واوريكم قد إيه هو من جوّه مستوي جدًا، وطعمه كمان يا بنات بقى طبعًا الطعم ده بتاعي أنا لإن أنا اللي ضايقاها، هو طعمه حلو أوي، بس أنتِ لو جربتيه هتلاقي طعمه حلو أوي. طبعًا بقى عايزة أسألكم سؤال، برأيكم فعلًا الوصفة دي تستحق كام على 10؟ اكتبوا لي تحت آرائكم في الكومنتات، وقولوا لي كمان بتحبوا إن شاء الله الأيام الجاية الفيديوهات تكون صامت والّا بصوتي. طبعًا رأيكم يهمني جدًا لإن بييجي لي كومنتات كتيرة بيقولوا لي يا أم ليلي خلّي الفيديوهات صامت زي بتاعة الفيس، بس أنا طبعًا باسألكم علشان رأيكم يهمني أوي. الفطيرة طبعًا الحلوة رشيت عليها شوية كده من السكر البودرة، وتقدري كمان تحطي عليها شوية من المكسرات هتبقى طعمها حلو جدًا ومميز أوي. بس أنا هنا استكفيت بس بالسكر البودرة عشان تبقى الحاجة يعني إيه، خلاص يعني كفاية كده، ما عدتش عايزة أحط حاجة تاني. هي بصراحة بالنسبة لي السكر البودرة مع الفطيرة الحلوة بتبقى طعمها حلو ومميز جدًا. أتمنى تجربوا الفطير بالطريقة دي هيعجبكم أوي، وكمان تقولوا لي آرائكم تحت في الكومنتات لو محتاجين الأيام الجاية وصفات حلوة أكتر والّا حادق أكتر. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين إيديكم وبألف هنا